بونسوار، كيفكم؟ ده ايه اللي خلاني احس اني محتاجه اصور يوتيوب فيديو دلوقتي، فيتفضلوا معايا. ولما لا نبدا تصوير سيريز جديده نسميها اجابات اسئله الانترفيو مع بعض، يعني ايه اللي هيحصل. يعني مرحبا بكم اصدقائي، انا اسمي ميلودي عبدو. انا هنا بتكلم عن كل ما يخص رحله البحث عن عمل، من حيث كده السي في، تحضير الانترفيو، التعامل مع المديرين، الحصول على الترقيات والحاجات دي كلها. فنحضر الانترفيو سويا. مبدئيا اي حد فينا هيروح انترفيو، سبحان الله هندخل هنسلم على بعض، والناس اللي بيعملوا لنا انترفيو هيعرفوا نفسهم، يقولوا هم مين يعني، وبعدها يقولوا لنا عرف نفسك بالانجليزي او عرفي نفسك بالانجليزي. ده في الانترفيوهات اللي بالانجليزي يعني. فلنبدا معا سويا فعرفوا نفسكم بالانجليزي وبرده بالعربي، يعني الايكويفالنت ليه. مبدئيا يا جماعه اي سؤال انترفيو انا محتاجه ان انا اقعد ادرب نفسي عليه، على الاجابه بتاعته، حرف حرف وكلمه كلمه وفكره فكره، ومحتاجه ان انا اتدرب عليه وانا شايفه نفسي، عشان ابقى شايفه انا بتكلم ازاي، بعمل ايه، وشي شكله ايه ساعتها. ان انا ممكن اكون متخيله ان انا بعمل حاجه، ولكن انا انعكاس اللي حاصل ده حاجه تانية خالص. فانا عشان اجاوب او ابتدي اصيغ فكره عرف نفسك بالانجليزي، انا محتاجه احط في اعتباري 2 فاكتورز عشان اجاوب السؤال عدل، الا وهم: اولا مستوى الخبرة بتاعتي. يعني لو أنا حديثة التخرج أغلب الكلام هيكون عني أنا وعن حياتي الاجتماعية نسبيا، لكن لو أنا experienced أو عندي خبرة في سوق العمل فأغلب الكلام هيكون عن خبراتي السابقة. ماشي، يعني 70% خبرات سابقة، أو لا 90% و10%. ثانيا ان هذا السؤال هدفه ان هم ياخدوا معلومات عننا، فاحنا بنصيغ الإجابة عايزين نديهم معلومات عننا. ماشي. لو حضراتكم حديث التخرج بامكانكم بمنتهى البساطه تفولوا هذه الستراكشر اللي هتطلع هنا. هي عباره عن اسمي، سني، الكليه اللي انا اتخرجت منها او الشهاده اللي معايا يعني، ونبذه طفيفه جدا عن حياتي الاجتماعيه، يعني عائلتي او اسرتي شكلها ايه، هل انا متزوجه ولا لا، عندي اطفال ولا لا، ممكن ادي نبذه عن اخواتي كل واحد بيشتغل ايه، خريج ايه، وهكذا، بحيث ان هم يقدروا يجمعوا صوره عننا. اكزامبل ليا انا كفريش جرادويت، وهعرف نفسي وانا داخله الانترفيو. Okay, thank you for a quick introduction about who I am. My name is Melody Abdo. I am 22 years old. I hold a bachelor's degree in business administration from Alexandria University. I graduated this year, 2023, and I majored in international marketing. And to help create a better picture of who I am, I'm a single lady, the second child within my siblings. I have 2 sisters and 1 brother, so I'm considered the problem solver within my siblings and the advisor within my friends group. I also used to play sports during childhood. I got second place in Alexandria Championship for javelin throw back in 2019, and now I'm just satisfied with going to the gym. That's all. لاحظتوا انا قلت ايه يا جماعه؟ انا عرضت بعض الانجازات اللي انا عملتها فعلا في حياتي، اديتهم نبذه عن طبيعه شخصيتي، انا عباره عن ايه، او ايه اللي انا متميزه بيه وسط الناس، بحيث ان هم فعلا ياخدوا معلومه عني ويبنوا صوره حقيقيه. يعني طبعا ابقى عامله حسابي اي كلمه هتطلع من بقي هيمسكوني فيها ويسالوني، يعني اشمعنى قلت ان انا بروبلم سولفر مثلا مع اخواتي، ادينا امثله. اشمعنى قلت ان انا ادفايزر وسط اصحابي، ادينا امثله، او ايه اللي يثبت ده. ماشي. طب لو احنا بقى ما كناش بنلعب رياضه، ممكن نتكلم في ايه تاني غير الشهاده والسن واخواتي شكلهم ايه واصحابي شكلهم ايه؟ الحاجات اللي ممكن نتكلم عليها بدل الرياضه، لو انا مثلا دخلت مسابقه تبع المدرسه في الروبوتات او في الكودينج، او دخلنا معرض في الرسم، شاركنا في مسابقات اوائل الطلبه، عملنا اي حاجه من الحاجات الساينس فير، الحاجات اللي بتبقى دي يعني اللي هي دي سواء في المدرسه او في الكليه، ممكن نتكلم عنهم بديل للرياضه. مثلا اني احكي عن هواياتي، يعني انا بحب ارسم، بحب اكتب، بحب الون، ما اقعدش اقول انا هواياتي كذا وكذا وكذا، لا بلاش كده. اقول ان انا مثلا وسط التجمعات العائليه بقوم واغني، او بقعد ارسمهم هم وبعلم الاطفال في العيله الرسم، يعني اقعد اقول اي حاجه تنم انه في نوع من اني بعمل، مش اني بدي معلومه. يعني انا هديهم المعلومه بس في شكل ان انا بعملها، كل حاجه تبقى رائعه وفظيعه وما حصلتش في الوجود، عادي، هو الكلام يبقى عادي، اهم حاجه بس ان النطق يبقى ظاهر، بحيث انه اللي بيسمع الكلام يفهم انا عايزه اقول ايه، مش اكتر. والتدريب او اصعب حته في الموضوع هي ان الكلام يجي ورا بعضه، لان احنا مش بنبراكتس الانجليش في الشارع مع بعض يعني، فان الجمله تيجي وراها جمله هي دي اصعب حاجه. فلو عرفنا نتغلب على النقطه دي
واكيد لما ابقى بتدرب على الكلام ده هحتاج ان انا اشوف نفسي بحيث اني ابقى عارفه انا قاعده ازاي. يعني اهو انا قاعده فارده ظهري، كتافي واقعه لورا، بصه مفروض في عينين الناس، وابتسامه لطيفه، عايزه اشوف تعبير وشي شكله ايه ساعتها، وهكذا. اما بقى لو انا experienced فزي ما قلت قبل كده اغلب الكلام هيكون عن خبراتي السابقه، يعني 90% كلام عن شغلي عامه، ويا دوب بس كده 10% اللي هي النبذه الطفيفه. فانا دلوقتي هبص كده هقول الكلام، ولو عايزه انبهكم لحاجه ومعامله كده. اوكي، خلي الانجل كده عشان الكلام يطلع لكم في حته. اوكي. Thank you for having me, and before anything, briefly, my name is Melody Abdo. I am currently our former business to consumer marketing manager at the company name. I hold a total amount of 7 years of experience between the sales and marketing within the FMCG and the pharmaceutical industries, of which 3 within the sales and 4 within the marketing. I can confidently say that I am known for adapting marketing plans to bridge the gap between what needs to be done and what's supposed to be done, and what's the current situation that we're facing at, and the change management in general within the company. I also hold a master's degree in international business administration. I majored in international marketing as well. I got it in 2019. And I'm glad that we're having this conversation to get to exchange some info within the experiences of the 2 of us or 3 of us على حسب احنا قاعدين مع كام واحد. Later at the interview, and hopefully if I'm chosen, we would get to work together and enrich each other's experiences inshallah. That's briefly about me, and I'm ready for your questions. Thank you. او please go ahead او حاجه، بلاش thank you اللي في الاخر. فلو تاخدوا بالكم انا كاني اخدت بروبلم من البيزنس عامه، هي دي اللي انا بعرف اديها سولوشنز، او اللي انا مميزه فيها وشاطره فيها وبشتغل بيها وكده، فابقى اديتهم المخطط عندي وايه اللي انا بعرف اعمله. طبعا صياغه الحته دي تعتمد على انا رايحه انهي شغلانه، او شغلانه شكلها ايه، لان انا بيبقى عندي مهارات كتير، ولكن اختار ايه او ابرز ايه في الانترفيو بعينه، ده يعتمد على الشغلانه نفسها. يعني اشوف ايه اللي عندي اجمد حاجه في الشغلانه دي واقوم قايلاه. برضه طبعا مش لازم الكلام يكون عبقري، المهم الكلام يجي ورا بعضه ويكونفي المسج بس. ويفضل طبعا ان احنا نبقى بنلحق نقول كلام عشان نلحق نديهم المعلومات عننا في الوقت المحدد للانترفيو. وفي النهايه اصدقائي احب اقول لكم شكرا والله. لو عايزين اجابه هذا السؤال بالعربي بقى، يعني نعمله ازاي بالعربي، قولوا لي، يعني اكتبوا لي، وصلوا لي اي حاجه، وانا اقوم عامله فيديو على طول زي ما انتم شايفين. انا قاعده فاضيه ما وريش اي حاجه، وبما اني قاعده فاضيه بقى معلش هتلاقوا تحت كده زرار احمر المسوا. بالمناسبه برضو اصدقائي متاح تحضير للانترفيو سيشن سويا من خلال الكوتشنج باندلز او ال1 تو 1 كوتشنج سيشن، على حسب انتوا محتاجين سيشن واحده ولا اكتر من واحده. بنقعد مع بعض من خلال زوم، بنظبط الدنيا مع بعض. اوكي. ولو انتوا بقى اصلا عايزين تعملوا سي في بحيث ان انتوا تبتدوا تبعتوا بيه للناس فيمكن يجي انترفيو، fear not my friends، لا داعي للقلق اطلاقا، احنا مجهزين كل حاجه. نروح للويب سايت www.melodyabdoconsultancy.com/free template. تحصلوا على تمبلت هي وورد دوكيمنت 100% كاستمايزبل وابليكنت تراكنج سيستم فريندلي، وتتميز او يعني تتماشى مع متطلبات سوق العمل ل 2023 وبعده. وكمان لو محتاجين تحضير للانترفيو معي انا شخصيا، متاح 1 تو 1 كوتشنج سيشنز، سواء بقى عايزين واحده او عايزين كوتشنج باندل. يعني دي هتلاقوا اشكالها على الويب سايت، هحطهم في حته هنا، والويب سايت نفسه هيبقى تحت في الديسكربشن او بين في اول كومنت. اوكي، ارجو ان هذا الفيديو كان يبقى لطيف. ميرسي على حسن الاستماع، ونفسي اصلح العجله والله. لو عايزين فورمولا لاجابات اسئله انترفيو عامه يا جماعه اكتبوا لي في كومنتس، ووصلوا الفيديو ل 20,000 لايك. انا اسفه باي باي.